بسم الله. أنا ريان حسين أحمد أودك معك ابن قيم الجوزية. هذا وحرمنا هنا سوجي نأخذ عقيدتك سؤالي جواب. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، والدليل قوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متفق عليه. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبح الحيوانات. وقال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حديث قدسي رواه البخاري. كيف نعبد الله؟ كما أمرنا الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول. رواه مسلم. هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ نعم نعبده كذلك. قال تعالى: يصف المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ما هو الإحسان في العبادة؟ الإحسان هو مراقبة الله تعالى في العبادة. قال الله تعالى: يا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم.